أكيد لما بنفكر نعمل موقع عقارات بنصرف فلوس كتير وبنعمل مجهود كبير قوي عشان يطلع موقع احترافي، بس في خطوة بسيطة جدا احنا لو عملناها هتفرق في ثقة العميل وهتفرق في ترتيب جوجل للموقع بتاعنا. تخيل معايا كده انك بتفتح الموقع عشان تسجل بياناتك او تملى فورمة معينة، تلاقي المتصفح بيقول لك هذا الموقع غير آمن. احساسك هيبقى ايه وقتها؟ طبيعي جدا انت هتقلق وتقفل الموقع وتدور على غيره. اكيد العميل بتاعك برضو هيبقى عنده نفس الشعور والاحساس. خلي بالك مش بس شعور العميل، هو جوجل بيدي اولوية لظهور المواقع الآمنة اللي هي بتستخدم بروتوكول HTTPS. يعني لو انت بتستخدم البروتوكول ده فرصتك انك تظهر في الصفحات الاولى من نتائج البحث بتزيد. موضوع سهل وبسيط خالص، كل ما عليك انك تتواصل مع الهوست وانك تطلب منه انه يثبت لك شهادة SSL على موقعك. دي بتفيد ايه؟ دي بتأمن الاتصال بين العميل والموقع. بمجرد ما ده هيحصل هتلاقي ان عنوان الموقع العقاري بتاعك بدل ما كان بدايته HTTP بقى HTTPS، يعني في حرف الاس هو اللي زاد. حرف الاس ده معناه سكيور، يعني امان، وبتظهر علامة قفل صغير كده جنب العنوان في المتصفح. دي بتدي للعميل احساس ان بياناته كلها في امان. يعني الموضوع ده بيحمي بيانات العملاء وبيزود ثقتهم فيك وبيشجعهم يتواصلوا معاك او يسجلوا بياناتهم. من ناحية تانية بتزود ثقة جوجل فيك، وده بيديك ترتيب اعلى في نتائج البحث وبالتالي بتجيب عملاء اكتر. يبقى الخطوة البسيطة دي عبارة عن حماية بيانات العميل بلس ثقة جوجل فيك، وبالتالي بتديك ترتيب أعلى في نتائج البحث. لو حابب بقى تعرف أكتر عن الخطوات دي بالتفصيل تابعنا في الفيديوهات الجاية، وإن شاء الله هقدم لك كل جديد في عالم التسويق العقاري الرقمي.